ما يقال عند التثاؤب. كان يوما مليئا بالتعب. لا عليك يا عبد الله، لا عليك. أكل هذا لأني هزمتك اليوم في اللعب؟ لا يا فالح، وسوف أردها لك غدا. بل سأهزمك مرة أخرى وسوف نرى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هذا يا عبد الله؟ أيليق أن تفعل هكذا؟ رفقا يا صديقتي، فأنت تعلمين أني اليوم مرهق جدا. وهل هذا الصوت يزيل عنك الإرهاق؟ معك حق أيتها الصديقة، إنها عادة خاطئة. ولما لا نتخلص من عاداتنا الخاطئة ونستبدل بها ما يزيد حسناتنا؟ هذا ما ينبغي يا صديقتي. لقد سمعت رجلا حين تثاءب قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا خطأ أيضا يا عبد الله، فلم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. فماذا يجب أن أفعل عند التثاؤب يا صديقتي؟ أن تحاول رد التثاؤب بقدر الإمكان، وتضع يدك على فمك حتى تكون في وجه الشيطان، فهو يضحك ممن يتثاءب بطريقتك الماضية. وكيف أضعها يا صديقتي؟ وأي يد منهما؟ تضع على الفم عند التثاؤب يا عبد الله بطن اليد اليمنى أو ظهر اليد اليسرى. هكذا؟ نعم. شكرا لك، لقد كدت تنسيني الإرهاق. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول: يرحمك الله. وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان.